ومش مفترض خالص لما اجي المتحف يكون مثلا في ايدي حاجه مثلا للعب، كوره، حاجه طبله بتاع، يعني مش هينفع يبقى معايا حاجه زي كده، لانه مع الاسف في ناس بتبقى مربوطه عندها الخروجه، بغض النظر الخروجه ديت ايه المكونات بتاعتها، انها ليها علاقه بالانبساط بطريقتي. طبعا كل واحد من حقه 100% ينبسط بطريقته اللي بيحب ينبسط بيها، بس زي ده كده اهو، يعني ايه علاقته بحاجه ليها علاقه بكوره او بطبله او لا، ما ينفعش احط نفسي في مشاكل وكده. تاني حاجه يعني بلاش بخيبه امل او باحباط من اني ما عنديش حاجه تانية اعملها في المتحف. في حاجه مشهوره اسمها باريس سيندروم او متولي باريس، انه الناس لما تكون مسافره بلد زي باريس يكون الحاجة اللي في بالها بقى نهر السين والناس الرسامين واللافرز والرسم والدلع والبرفيوم والكافيهات الحلوة ومش عارف ايه. ممكن يروح باريس ويلاقي المواضيع مش قوي كده بالشكل الارستقراطي او الشكل الرومانسي اللي في بالي، فبيجي لي شكل من اشكال الاحباط. فبلاش ابقى عندي المتحف احط فيه حاجه مش موجوده فيه فيجيني احباط، فابقى من الاول عارف كويس قوي انا جاي فين. تاني حاجه مناسب جدا 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 اكون ملابس في رجلي حاجه مريحه، يعني الفوتوير بتاعي حاجه مريحه فلات ما فيهاش كعوب، بقيس رجلي تبقى مرتاحه وانا ماشي. المتحف بس لا اكل ولا شرب مسموحين فيه، مفيش غير ميه. المتحف نفسه من جواه في اماكن ممكن اشتري منها اكل او شرب، لكن اللي هخش بيه جوه قاعات العرض او صالات اللي فيها تصميمات عرض هو بس الميه.